السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد كما كتشاهدوا. كما شفتوا في اول ديال الفيديو غنشارك معكم الشاورما. هنايا كما كتشوفوا غادي نبدا بنقطع الدجاج بحال هكا، من الاحسن يكون جامد ونقطعو بحال هكا قطع رقيقه عشوائيا، غير هو يكون رقيق. من بعد غادي ناخذ واحد المقيله وغادي ندير فيها بصيله هكايا صغيره مقطعه بحال هكايا شنينتفات، وغادي نزيد عليهم رشيشه ديال الزيت غير شويه باش ما تجيش الشاورما مزيته. بالنسبه للعطريه غادي ندير هنايا شويه ديال الملحه، وغادي نزيد عليها شويه ديال الابزار وغادي نشحرهم مزيان مزيان شويه هكا، غير شيشه ديال الابزار ماشي بزاف. وغادي نبقى نشحر داك البصيله هكا. ملي كتشحر بحال هكايا كنزيد عليها الفلفله. الا لاحظتوا ولا الفلفله ولا البصله مقطعهم هكايا شرائح طوليه ماشي زعما مشلضين، وغادي نزيد نشحر هاد الفلفله شويش. ودابا غادي نزيد داك طرفات ديال الدجاج اللي درت. يمكن لكم ديروا لاداند، حتى لاداند كيجي زوين في الشاورما. يمكن لكم ملي طيب ملي ديروا البصله تشحر هكا شويه ديروا فيها الكفته، تجي هكا شاورما ميكس حتى هي كتجي بنينه مع الكفته والدجاج. انا ما كانش عندي الكفته، درت غير الدجاج. غادي نزيد عليها شويه ديال سكينجبير، هانتوما الا لاحظتوا حتى درت الدجاج عاد زدت سكينجبير. وغادي نزيد عليها العطريه ديال الشاورما. اللي ما عندوش العطريه الشاورما ممكن ما يديرهاش، يدير شويه ديال المطارد وصافي، وهاد العطريه العاديه وصافي، ويحك هكا واحد ضريس صغيور ديال الثومه. هنا عندي واحد المكون رئيسي وبنين كيبنن بزاف 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 في الشاورما، هي هاد الطحينه هادي. انا كتجيني كتباع شويه غاليه، يعني الواحد الا عنده داك الطحانه في الدار ديال العطريه يصاوب بها هاد الشاورما، يصاوب بها زعما عفوا هاد الطحينه احسن. هي راه كتصاوب كاس ديال الزنجلان عادي، يستحسن يكون الزنجلان الابيض مع كاس ديال الزيت صافي. كيتطحن مزيان 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 داك الزنجلان، وكيبدا يتزاد له شويه بشويه الزيت الروميه بحال اللي كيصاوبوا المايونيز. واحد المعلقه كبيره عرفتي راه كتعطي كتهز الشاورما وكتحطها في واحد المكان اخر، كتولي حاجه اخرى فريمون، كتولي يعني شاورما شرقيه ماشي بحال داك الشاورما اللي داق الشاورما الشاميه غادي يعرف الفرق ما بين الشاورما الباكستانيه والشاورما العاديه والشاورما اللي كنقول لكم انا عليها دابا. انا بالنسبه لي هاد الشاورما الشاميه كتجي احسن شاورما، يعني ابنن شاورما. المهم انا راني زدت هنا المايونيزا، زدت واحد المعلقه كبيره هكايا باش كطري شويه الدجاج، وكتخلي واحد التعليكه هكايا في الشاورما. صافي كنبقى كنشحرها هكايا مزيان، نشحرها 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 وصافي. وهنايا عندي حتى واحد المكون زوين كنبقى لكم المكون العجيبين. هنا القزبور كنديرو بحال هكايا وريقات في التالي، حتى كنطفي البوطه كندير غير واحد 5 ولا 6 الوريقات هكا ديال القزبور وصافي. كنحرك وكنخليهم يعطي واحد البنه زوينه. تعطي البنه ديال القزبر خفيفه، ماشي بحال كيكون مقطع ولا زعما تيطيب معاها، نو كتجي واحد البنه هكا خفيفه زوينه ديال القزبر اللي كيعجبو المذاق القزبر وصافي. هذه هي الشاورما ديالي، هي واجده. شتي كي كتجي معلكه وكتجي زعما بنينه بنينه بزاف داك كسميتو الطحينه والمايونيز. هنا انا رافقتها بالشلاضه. الا بغيت نشارك معكم الشلاضه الفيديو الجاي ان شاء الله.
درت فيها الخس هكايا والخيار ومطيشه عادي والماي المايس، وكنزيد من الفوق غير داك البطاطا ديال بحال الشيبس. الشاورما خلاص راكم كتعرفوا كيفاش تمونطيوها، كديروا العيش ولا العيش ديال السوريين ولا اللبنانيين. انا ما عندناش تما، ما كيكونش تما في اسبانيا، ما كيتباعش، كتباع غير الخبز ديال التورتيه، هو اللي كنصاوب به انايا الشاورما. كدهنيها كمايونيز شويش ولا الثوميه، يستحسن الثوميه صراحه الله. وكديري شويه ديال مطيشه هكايا اللي عجبتكم، كتعجبكم مطيشه في الساندويتش ديروا مطيشه وديروا الشاورما وصافي. انا خليتها في المقله، ما درتهاش في بانيني، حيت بانيني عندي صغير، درتها في المقله، درتها غير داك الساندويتش ديال الشاورما درتو في المقله هكا، حمرته اللي كيبان لكم راه محمر مزيان وصافي. هادشي اللي حطيت انايا هنايا في الشلاضه، درت داك التشيبس وزدت عليه البصله محمره، تيعطيو بنه هكايا شويه في الشلاضه وصافي. هذا ما كان. انا غنقول لكم هنايا بسلامه عليكم، كملوا معايا تتمه الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. بسلامه عليكم.